رمضان، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وبصحة وعافية. مرة وحشني اليوتيوب. صار لي فترة طويلة منقطع عن اليوتيوب، فحبيت ارجع لكم باشياء حلوة. صدق اني اصور لكن ما اسوي مونتاج وما انزل شيء، فهذا الفيديو كنت مصورته قبل رمضان والمفروض انه كان ينزل، بس ربي ما كتب انه ينزل الا الحين اخر يوم رمضان او اخر ليلة. فهذه مشترياتي كانت رمضان، حبيت أشارككم إياها. السنة هذه حسيت إني ما اشتريت أشياء كثير لأنه كل شيء عندي تقريبا، فأخذت أشياء بسيطة كذا يعني أغير فيها البيت. زي هذا الستاند الشمعة. كمان الستاند الشمعة اللي لونه أبيض مرة عجبني من نايس، لأن ذكرني بقبب الحرم فمرة حلو. أخذت بعد هذول الفوانيس اللي بالكيروسين تاخذ العقل بنات، انجنيت عليها، أخذتها من أمازون فكان شكلها مرة حلو في سفرة رمضان. أخذت ثلاجات الشاي والقهوة من سيف جاليري. المهم إنه كل شيء راح أحط لكم إياه إن شاء الله بصندوق الوصف. ففي أشياء بعد أخذتها من زارا هوم. كانت بموسم التخفيضات وكانت أشياء مرة حلوة. مفرش الطاولة حق رمضان، خداديات للجلسة الخارجية. كانت أشياء مرة حلوة وغيرت في المكان. بس أشياء بسيطة تغير في المكان. هذا كان مفرش الطاولة بنات، ما أحكي لكم قديش حلو، راح تشوفون كيف طلع على سفرة رمضان. الألوان تحسون كذا مرة رايقة. بعد هذه الخدادية أول مرة أشتري خدادية لونها أسود، بس مرة حبيتها، تفاصيلها حلوة ومطرزة على الأطراف. هذه بعد مرة عجبتني، حسيتها حلوة للجلسة الخارجية أو حتى يعني بالبيت تغير الشكل صراحة في رمضان وغير رمضان، بس أنا حسيتها كذا تناسب رمضان. هذه بعد أخذتها الموسم الربيع والصيف، المناشف هذه الخفيفة من زارا هوم، لونها مرة عجبني، ربيعي أخضر، مرة حلو، صراحة أحب الألوان المنعشة. هذه بعد خداديات للسرير اللي تكون كبيرة. كانت عليها خصم مرة حلو في زارا هوم، فما حبيت إني أفوتها. من أكثر الأشياء اللي أستمتع فيها وأنبسط فيها مرة في رمضان تنسيق وترتيب سفرة رمضان. ما تدرون قديش أنبسط وأنا أنسق وأنا أرتب وأنا أختار الألوان، يعني شعور صراحة مرة حلو، وخصوصا أن سفرة رمضان غير يعني. فالسنة هذه ما اشتريت أشياء مرة كثير، كان كل شيء عندي من أول. بس ممكن الشيء اللي حسيت أغير السفرة وأعطاها شكل مرة حلو المفرش من زارا هوم، وستاندات الشموع اللي كانت من نايس ون، وبعد الفوانيس هذه اللي تتعبى كيروسين، كان شكلها مرة حلو على السفرة وياخذ العقل. الألوان، التنسيق، الترتيب صراحة أخذ عقلي ومرة حبيته. فإن شاء الله يكون أعجبكم وانبسطتوا فيه. إذا عجبكم التنسيق أو عجبكم أي شيء اكتبوا لي في الكومنت إيش عجبكم، إيش حبيتوا أكثر شيء في السفرة. بعد إن شاء الله بإذن الله إني أرجع وأتفاعل في اليوتيوب. أنا موجودة على إنستغرام دايما. عندي سناب بعد، بس سنابي ما أنزل فيه كثير هالفترة، يعني أحس إني بعيدة عنه. فالانستغرام دائما موجودة، وكثير بنات يرسلوا لي ويطمنون ويسألوني أنا ليش مو موجودة باليوتيوب. لا، أنا موجودة بالانستغرام، تعالوا خلونا نسولف وننبسط مع بعض. ولا تنسون تكتبون تعليق حلو، وإن شاء الله راح تشوفون فيديوهات العيد اللي راح تكون حلوة بعد. ومع السلامة.